الضغوط اللي انت تعرضت لها قبل المباراه، ركز معايا بقى في اللي بقوله، الضغوط اللي تعرضت لها قبل المباراه والكلام اللي اتقال والكلام اللي حصل اثناء المباراه، لدرجه ان انا حسيت ان انت بتنهي المباراه للاسف وانت قرفان. على ما اعتقد ده كان احساس في صفاره النهايه لما كان في رمي تماس للنادي الاهلي. كلامي صح ولا غلط؟ لا يا كابتن اكرامي، مش قرفان، انا بس يعني انا حزين ان الكره المصريه اللي هي المفترض ان مصر هي سيده افريقيا في كره القدم، نوصل بينا الحال ان احنا نتكلم على بعض ونجرح في بعض والدوري ناس بتخطط انها تبوظه وناس بتجرح في بعض، واحنا في الاول وفي الاخر كل اللي معمول دوت وكل الفرق اللي موجوده، احنا ما بنلعبش دوري عشان خاطر النادي الاهلي ياخده ولا نادي الزمالك ياخده ولا نادي الاسماعيلي ياخده، احنا بنلعب الدوري والكاس عشان منتخب مصر، عشان احنا نروح كاس العالم، مش عشان خاطر الاهلي ياخد. الاهلي خد 100 دوري والزمالك هياخد 100 دوري والاسماعيلي خد 100 دوري، في الاول وفي الاخر بره ما بيعرفوش، ولا الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي بيعرفوا مصر. لما مصر يتلعب فيها دوري وحكامنا اللي هم الناس بتشكك في ذمتهم وتشكك فيهم بيروحوا لعبوا نهائي افريقيا، ورحنا كاس افريقيا لعبنا قبل سيمي فاينال وبنلعب مباريات قويه، وانا شخصيا لعبت تونس والمغرب تصفيات كاس افريقيا. لما نلعب ماتشات بهذا القوه ونيجي على بلدنا اللي المفترض اللعيبه ديت زمايلنا واخواتنا بنلعب مع بعض نتقابل مع بعض وعارفين اخلاقياتنا واحنا عارفين اخلاقياتهم، نبدا نتكلم في الزمن بقى يا كابتن طول السنه، ونتكلم ان احنا عايزين نكسب ونخسر، ونتكلم ان ده صاحب ده وده صاحب قريب ده. يا كابتن الكلام ده مش في الكوره، وعمر الكوره ما هترتقي للعالميه بهذه الطريقه. احنا لازم نفكر في شغلنا وبس، لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته. انا مع حضرتك ان التحكيم فيه اخطاء، بس الاخطاء غير متعمده، زي حارس المرمى لما تخش فيه جول، هو اي حارس مرمى يا كابتن اكرم، وانت احسن حارس مرمى في افريقيا كان بيخش في الجون، انت كان نفسك ما تخشش في الجون طول تاريخك، لكن لازم تغلط. الكره مبنيه على الاخطاء، خطا لعيب، خطا مهاجم، خطا مدافع، خطا حكم. ليه الحكم الحاجه الوحيده اللي الخطا بتاعه بقى متعمد؟ والفيرود المهاجم اللي بياخد 7 و10 و15 و30 مليون اللي بينفرد بالمرمى ويضيعها ما حدش بيتكلم عليه، وانت تحاسبني على رمي التماس او ركله مرمى من خلال زاويه رؤيه خطا. يعني احنا يعني انا خلصت الماتش يا كابتن اكرامي، انا كنت حاسس ان انا عليا حمل، ان انا جاي عشان اشيل الماتش. الفرقه اللي هتتغلب هتتوجه على التحكيم. انا اول مره في حياتي اشوف ماتش من 3 اطراف، اهلي وزمالك واسماعيلي، انا بحكم الماتش ل3 اطراف. فالموضوع زاد عن حده وبقى لود كبير ومحدش بيرحم، وعمالين نخش في الزمن ونتكلم وشكات تطلع. انا عايزك ابراهيم